بهجوم قوي وبدفاع أقوى. المنتخب المغربي يتأهل إلى النهائي على بقايا المنتخب الإماراتي، بعيدا عن الضربات الترجيحية وعن جميع الحلول الترقيعية، بعيدا عن الاعتبارات التحكيمية وعن جميع الكواليس الخفية، بعيدا عن التعليقات الطفولية وعن جميع اللغات الخشبية. يضرب نظرية المؤامرة عرض الشباك بالفعالية في التنفيذ والدقة في التسديد لتكون النتيجة بالتأكيد فوز بثلاثية نظيفة، فرحة منتصر نظيفة، وحتى خيبة منهزم نظيفة. فهل تبقى الكأس العربية إفريقية لتنتقل من حامل اللقب العملاق الجزائري إلى الحالم باللقب العملاق المغربي، أم أن قوة المنتخب الأردني تغير اتجاهها إلى الضفة الأخرى من الوطن العربي؟ الجواب هذا الخميس ابتداء من 5:00 مساء. متابعة ممتعة، مقابلات المنتخبات العربية، روعة روعة روعة، لعب فن وصنعة، فرجة متعة وشبعة، بهجة فرحة ودمعة، مع مربع العمالقة الإفريقي الجزائر، المغرب، تونس ومصر، ومع كاماتشو الرياضية.